الطب الشرعي للمومياوات مثلاً. أنا بكل بساطة أنا الطبيب الشخصي للمومياوات القديمة من غير تشريح، من غير أصلا ما كله كله بالأشعة، كل ده عشان ما نفتحش الآثار، صح؟ علشان نحافظ على الحقوق. حقوق الإنسان. ما هي المومياء ده إنسان محنط، فإحنا بنستسمحه وبعدين بنعمل الأشعات بدون أن نلمسه، بدون أن نضايقه. كمان بنزل لهم تحت في المقابر على أساس أنهم يبقوا في مكانهم، ما يطلعوليش، أنا ننزل لهم. إيه ده، واخدة معاكي الجهاز الإكس راي ونازلة تحت؟ بالضبط. يعني أنا بعمل 30 متر تحت الأرض في أبار الدفن مثلا في سقارة، والبير صغير جدا، فعشان أنا أنزل جواه وأنزل بحاجتي فعملت يعني invention أو عملت يعني اختراعات للحاجات بتبقى صغيرة وبتركب، بنزلها مفككة وبركبها وبعمل المعمل بتاعي تحت. يعني بتنزلي وبتاخدي معاكي جهاز مثلا كذا قطعة وبتركبوه تحت. وأنا اللي عملت، رحت الحداد ورحت عملته بحيث إن هو يبقى فيه. بس يا دكتور بجد يا دكتور، والله هذه حاجة في الحداد هنا في مصر عندنا طبعا، في الوراق مثلا، في الوراق محمد هو اللي عمل الاختراع ايوه لما يكون في يعني حد بيوجهه بتتعمل. فده كله بعمله في البيئة، في بيئتها المومياء جوه الصندوق الخشبي بتاعها، بحيث ان انا اللي انزل لك، انا اللي اروح لك وما تطلعيليش، لان لو طلعت لي هتتبهدل. وبعد ما بنخلص وعملناها عدة مرات بنسيبهم في مكانهم ونطلع. فخلص احنا خدنا المعلومة ولم نقلق الراحة الأبدية. لا وكمان بالتالي بتساعدكم لو الدولة محتاجة تنقلها توديها متحف أو حاجة، انت بتقول لهم الحالة ايه أصلا ان هي ممكن تنقل ولا لا، صح؟ تمام. وده اللي عملناه في المومياوات الملكية. يعني أنا كعضو في لجنة السير والعرض المتحفي، فكنا بنعمل متحف الحضارة. في متحف الحضارة باعتبار أنا عملت الأشعة المقطعية 40 مومياء ملكية، فكان نقلهم لمتحف الحضارة. طب هيتنقلوا ازاي؟ حالتهم ايه؟ حالة الحفظ ايه؟ وبعد كده بقى العرض، مين حكايته ايه ومين الحدوتة بتاعته ايه، ونحطهم ازاي ونكتب الكتالوج بتاع المتحف والسيناريو العرض في داخله. كل ديت معلومات من العلم بديها لهم من خلال الأشعة المقطعية للحالة بكل بقى صفاتها يعني. بس حضرتك بيجيلك الطلب من الدولة مثلا تقول لك مثلا ان هو في حاجة اكتشاف جديد فطالبين حضرتك تيجي، ولا حضرتك اللي بتروحي تقول لهم مثلا انا عايز استكشف؟ يعني انا مثلا من 2004 و2005 كنت بدرس العلم ده، وده كانت قبل ما مصر ساعتها تبتدي مشروع المومياء او الايجيبشن مامي بروجكت، او مشروع المومياء المصري اللي هم عايزين يدخلوا الاشعه المقطعيه وكده. انا كنت لما هم هيبتدوا، انا كنت في كندا بدرس. ايه ده انا بعمل كده، ده انا بدرس اللي انتوا عايزينه ده يعني كاني رحت عشان ادرس مخصوص. حلو الموضوع ده. فلما انا جيت فقابلت، كان ساعتها دكتور زي حواس هو في المجلس الاعلى للاثار، فقلت له انا بعرف اعمل كده. قال لي انت معايا. متخيله اصلا هو بيقول انت متخيله جدا. طب انا عندي سؤال بس قبل ما نبتدي نخش في القصص اللذيذه. 2004 2005 حضرتك كنت في كندا وشفتي العلم ده وقررتي انك تتعلميه. مصر بقى احنا بلد الحضاره والاثار والكده. قبل بقى 2004 ما كانوا بيعملوا ايه؟ قبل 2004 انا هحكي لك على يعني المشاكل اللي كانت بتحصل للمومياوات قبل الاشعه. لان الاشعه عباره عن اشعه بتخترق الجسم وبتبين العظم فين من اللحم فين، لانها اشعه ضعيفه تقدر تخترق مثلا الهواء واللحم وكده، بس ما تقدرش تخترق لا العظم ولا مثلا الحلي ولا حاجه من دي. فبالتالي الاختلاف في الشكل ده بالاشعه بتدي لك الجسم كله من غير ما تلمسه. وده كان حدث كبير جدا، لان الاول كان بيحصل ايه الموميا دي فك لا طبعا قطع. ايوه طب المخ ده فيه ايه؟ قطع. لو راحت الموميا ايه الموميا دي راحت الموميا فين الموميا مش لا ده كان كمان بتتعمل عليه حفله. عارف السيرك؟ يعني بتاخد المومياء وتتعمل عليها سيرك بتذاكر، زي مثلا في لندن سنه 1810 بلزوني
اللي هو ده كان ايطالي، كان بيجي بياخد حاجات من مصر وبيبيعها وبيسربها. بس كان زمان في قانون ال50-50، فكان هو من حقه. ده كان قبله، هو الكلام ده كان سنه يعني 1820 و30، فكان ده كان قبل الحاجات دي. فكانت الموميا ايه، حفله بقى ونفتح ونشوف الموميا ديت فيها ايه. طيب خلاص خلصنا الفرجه، طب هنعمل فيها ايه؟ هنطحنها. ايه ده ليه؟ وهنعملها بودره تتباع في الصيدليات عندهم، اسمها موميا. ده يصير الحياه. ده كانت بيتم بيها العلاج لغايه سنه 1920. بجد؟ ايوه، لان هو اذا كانت الموميا ديت عاشت آلاف السنين، فهم بفكرهم ايه الماده اللي خلتهم كده، فكان بيتم بيها علاج كل حاجه اللي هي بيدهنوها يعني على الحاجه. لا، بودره في الميه كده زي محلول الجفاف. ده يموت ايه ده اصلا؟ ده بيشرب ايه اصلا؟ بيشرب بني ادم تاني. هو ده ظلام العلم في دراسه المومياوات كده وحاجات. ايه المشكله؟ وظلام الطب وديت العصور، انا بسميها العصور المظلمه في دراسه المومياوات. طب بس كانت ايه يعني؟ ايه النتيجه؟ والله يعني هم صحيح بتقولي لو من 1810 او 20 لحد 1920 ده وقت طويل جدا، وهم قعدوا يستعملوا البودره دي اللي اسمها موميا، صح؟ ايوه، كان في الوقت ده كان في ده معناه ان هي ناجحه، فهم كملوا 100 سنه. الخرافه اللي ناجحه دي احنا لازم نتطرق عليها. يعني مفيش حد دلوقتي بيحاول يعمل كده؟ لا طبعا الخرافه كانت قويه. يعني احنا بيكون في خرافه من طول الامد بتكتسب الشرعيه، بتوصل ان هي خلاص حاجه حقيقيه. طب بيصدقوا الكذب؟ ايوه، لا ما طبيعي لو حاجه يعني. طب بس احنا دلوقتي في كميه حاجات احنا مش لاقيينها، ملوك ومومياوات وكده، ما ممكن دول كلهم كانوا اتفرموا اصلا في التمانين. مش بس اتفرموا وكان بيبقى فيه لطات، بجد لطات مومياوات بيتم تصديرها مجازا يعني، وبتستخدم كوقود لسفن الفحم وسفن سفن البخار. فراعنه ولا بني ادمين عاديين؟ ما هو لا، الاجساد المحنطه، لانها بالنسبه لهم ارخص من الحطب. ايه ده؟ لا انا توترت. لا بس ايه ده؟ تاني اقول لك حاجه تانية. انا مش فاهم احنا بنتكلم على ايه؟ على بني ادمين ميتين؟ بنتكلم عن ولا مومياوات المصريين القدماء؟ ما هو بدون مومياوات مصريين القدماء. يا نهار اسود. ممكن ملك من الملوك اتفرم. ممكن تحطمس السابع مثلا يبقى هو اتحط في مركب عشان شويه فحم. ايوه كانت الطحن ده بتاع الموميا كمان كان بيستخدم في الالوان، في التلوين. دي انا سمعتها في لوحات موجوده في اللوفر معموله باسمها لون المومياء، لون بني محبب، وده مرسومه في لوحات. يعني في لوحات في اللوفر لما هتروح تبص عليها تعرف ان في انسان جوه اللوحه ديت. انا هقول مثل تافه جدا للاسف، بس كل واحد على قد يعني دماغه. كنت بتفرج على مارفل على دير ديفل المسلسل، وكان في اللي هو الفيلن اللي هو الشرير كان بيقتل السيدات وياخد دمهم ويحطه في رشاشات ويعمل بيه جرافيتي على نيويورك كلها. فاللي انتوا بتحكوه ده بالظبط كده، هو ده اصلا. ده حاجه زي كده. هو ده من الشعر بيت. كانت المومياوات بتطحن وبتستخدم ك فيرتيلايزر او مخصب للتربه. خلاص يعني من نقدر نقول يعني هو يعني انت تتخيل بقى. والبردي ده لمده 100 سنه.